هلو هلو، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ معاكم ماما كنتاكي. بصوا بقى النهارده ان شاء الله هنعمل كشري المصري. تمام، عايزه اقول لكم ما بعملوش خالص في البيت، يعني انا دايما بشتريه من بره، بس النهارده كده ايه قلت خليني اعمله في البيت كده، لان طبعا بتاع البيت بيبقى احسن وبيبقى اخف. ف ازيك يا هاله؟ هو بس اللي بيخليني ما اعملوش حاجته كتير وحلله كتير وزحمه وكده، فده اللي بيخليني ما اعرفش اعمله. هلا اللي انت كنت بتدوري عليها اهي. احنا خلاص غسلنا العدس وبتحطه بقى عشان يتسلق، صح كده؟ حمص. عدس ايه؟ حمص، صح، سوري، هنبتديها كده. طب قولي لي، هو الحمص ده بيبقى ايه؟ حمص. لا مش قصدي يعني بيقعد قد ايه؟ على حسب الحمصايه. ماشي، دي اول حاجه. وده العدس، انت هتسلقيه برضو ولا؟ انا في ميه سخنه هنعمله مع الرز والشعريه على طول. عشان ده نوع من انواع البقوليات، ولازم يتنقع علشان الغازات بتاعته تروح، وعشان بياخد سوا عن الحاجات الثانيه. بياخد سوا. ما هو يعني ده زي اللوبيا. بالزيت. صح، لازم تتنقع، عشان شايفين الغازات اللي طالعه، الفقاقيع دي لازم تطلع عشان ما يتعبش البطن. انا استاذه ورئيسه قسم، انا ممتازه في الشرح العملي بقى. بصي هلا تعملي. ايوه، بس انا بجد عايزه اتعلمه، والله عايزه اتعلمه. شم ريحه العدس عامل ازاي؟ لا مش شم بجد؟ والله مش شم. هنا البصل، هنحمر البصل هنا علشان بالزيت ده هنعمل بيه كذا حاجه، صح يا هلا؟ هنعمل بيه البصل، وهنعمل بيه هنعمل منه الرز ونعمل منه الصلصه. الرز والصلصه بالظبط. هو الرز بيبقى بالشعريه ولا بيبقى ساده؟ بالشعريه. قطعي كده معاهم البصل. هتعملي كام بصلايه؟ 2 بس وهيكفي. طبعا لسه هنحط عليه دقيق وملح قبل القلي يا هاله ولا بعد القلي؟ قبل القلي عشان تطلع مقرمشه. بصوا بقى، هنا معلقه دقيق. هنا حطينا اهو معلقه دقيق، وهنحط شويه ملح وهنقلب كويس، وبعدين نحطه بقى ايه على الزيت. الملح بس، حلو قوي كده. ايه روحي ونقلب بقى. هنا بقى احنا هنعمل الصلصه، طماطم وفلفل حامي، وايه تاني يا هاله؟ ولسه البصل، انت قلتي على البصل لسه طبعا ما تعملش، صح؟ وبقى البصل وصل لمرحله ايه؟ طبعا لسه احنا عايزينه يغمق اكتر، يوصل للون الذهبي. للون الذهبي. خلاص كده، بعد ما نحط البصل هنبتدي نحط. بقول لك طب ما تشيلي الكام بصلايه دول. لا مش مهم عادي. تحطيهم مع الطماطم. بصوا في الزيت بتاع البصل عشان كله يبقى واخد طعم من بعض. عاملين كميه صلصه قليله عشان الصلصه جاهزه. انت هتاخدي من البرطمان؟ انت قصدك الصلصه اللي انت عاملاها في البيت. طيب انا دماغي راحت للبرطمان الصلصه. الملح بقى انا هحطه عشان اشوف بس ملح وكمون. لا بس مش دلوقتي، خليها لما. ودي بقى استنى هتعمل الخطوه اللي عشان احط فيها الصلصه. بس يا جو ناخد من ميه الحمص عشان الدقه يعني، وتحطيها في وده ليه بقى؟ لازم يتحط على الحمص شويه طماطم. ليه يعني؟ عشان يحمر يعني ولا ايه؟ وبيدوا طعم. اوكي. بصوا شايفين البصل ما شاء الله، شايفين لونه؟ هو ده بقى يوصل للون ده، مش محروق وفي نفس الوقت ايه
مقرمش وتحفه، يعني ريحته والله العظيم حلوه قوي. طبعا انتوا اكيد عارفين ريحته، يعني نفس ريحه اللي بيبقى في المطاعم بالظبط. بصوا يا حبايبي، انا هنا حطيت الملح وحطيت توم خلاص، وهنا هنحط توم تمام، ونقعد بقى ايه نقلب كده. انا لسه هحط الملح هنا مع الصلصه، الملح انا حطيته مع الحمص، بس هحط ملح مع الصلصه. ملح بقى وايه؟ بس بتحطي ملح كتير. طب ملح وايه؟ وكمون. طب تعالي افتحي لي الكمون. حطي انتي الكمون. طيب ده كمون. اهو كمون اهو. تعالي بقى يلا ورايا. ماشي. حطيتي على الحمص كمون؟ لا تعالي. هقلب بس كده. كمون. هنا حطيتي كمون. دي شوربه دي الدقه والثوم دي بعد ما حطيتي شوربه الحمص صح؟ والملح. دي بتتعمل بدري كده وتتساب علشان دي بتتحط بعد الدقه اللي بتجيلك. ايوه انا فاهمه، انا قصدي انت بتعمليها بدري كده علشان يعني ايه عشان احنا حاطين على الحمص الصلصه. وفي اللحظه دي بقى بتدوقي وندوق الملح لو كان محتاج ملح او كده. ماشي. هنعمل الشطه. هي حطت شويه شطه، هي سالتني تعملها بالزيت ولا بالصلصه، بس انا قلت لها لا اعمليها بالصلصه. وبعدين بقى ايه هتجيب شويه صلصه من اللي اتعملوا دول وهتحط على الشطه، وبعدين بس كده. يا سلام، ايه ده؟ عمايله اسهل ولا المحشي؟ دي حاجه ودي حاجه. لا هلا قلبي كويس لان في شطه في الجنب مش متقلبه. ايوه انا عارفه. انت حاسه بيها؟ ايوه قلبي كده كمان بس كده، ما بنحطش عليها اي حاجه تانية. والله الواحد نفسه جاع. الريحه لسه بقى لما نعمل الحمص والمكرونه والرز يا اختي حلو قوي. بنعمل بقى الرز. احنا هنا حمرنا الشعريه شايفين لونها، بعدين هتحط هي العدس. بسم الله. هو العدس بتحط الاول ولا الرز؟ في ناس بتحط الرز الاول، بس هو ملوش علاقه تقريبا لان انت كده هتحطي الرز على طول صح؟ ممكن برضه يبقى تقليل العدس. في ناس بتسلق العدس. طب ليه بقى انت ما سلقتوش؟ عشان انا بحب اعمله كده بالبصل. تدي تقليبه وبعدين هتنزلي على طول ولا هتسيبيها؟ لا هنسيبه شويه في النص. هنحط بقى الرز. بسم الله الرحمن الرحيم. هاتي احطه عشان بس عشان مش عايزه انزل فيه ميه. اوكي. بسم الله الرحمن الرحيم. لا مش عارفه، انا حاساه قليل قوي صح؟ لا مش قليل. قليل خالص والله، انا شايفاه قليل. انت هتحطي عليه مكرونه دلوقتي؟ لا ما هو بقى في الاخر بتاعت الاكل. اوكي. اعملي شويه حله رز كده كويسه ولا ازودها لك تاني؟ لا زودي حبه رز كمان عشان حاساه قليل قوي. خلاص الكشري خلص ما شاء الله ما شاء الله. الحب. ايوه حب العزيز يا حبيبي حب العزيز. اوه يا جماعه مكرونه كذا نوع. بصوا ما شاء الله. بس كفايه كده الصلصه عشان الصلصه كتير. حطي في النص، حطي على الحمص بالطول. اوه بصوا بقى يا جماعه ما شاء الله. طب والله العظيم شكله ومنظره الاكل. بصوا
ما شاء الله. هي طريقته سهله بس حاجات كتير. في ناس ممكن تقولي طب ما تعمليه في الحله الواحده، لان انا بشوف كده، بس انا جيت قلت لهاله وقبل ما تعمله قالت لا ما بحبش اعمله في الحله الواحده عشان بيعجن او بيبوظ او ما بيظبطش معاها، مش عارفه. المهم يعني ان هو ايه، كل واحد بقى وليه طريقته يا جماعه. بس فهو ده كان فيديو النهارده. صح، بصوا البوت دقه. ايوه بس كده كده الكشري اكتمل. يلا اشوفكم فيديو جديد. اتفضلي جاي اكل معاكي طب الاول. اتفضلوا كلوا معايا الاول. يلا اشوفكم في فيديو جديد. باي باي. يعني انت عارفه اما الناس تتفرج عليكم في الفيديو ده كده تشاورهم على الاكل تجوعيهم. يلا بقى تعالي كلي.